الميراث ومشاكله مشكلة من ضمن المشاكل اللي بتواجه الورثة، وبيترد علينا مسائل زي دي كتير. ان يبقى مجموعة من الورثة قال اليهم مكان عن طريق الميراث زي عمارة او بيت او ارض، بيبقى معظم الورثة عايزين يبيعوا، ويجي واحد يقول لك لا انا مش هبيع، وبيبقى في الغالب مش عاملين عقد اسم رضائي بينهم ولا في فرز وتجنيب. يعني الحصة كل واحد بيبقى في العقار على الشيوع، يعني حتى ما فيش واحد فيهم يعرف يبيع حصته لوحده. هل هنا ما يعرفوش يبيعوا والبيت يبقى واقف على زي البيت الوقف كده ملوش لازمة؟ لا طبعا يقدروا يبيعوا، بس بشروط، وده طبقا لنص المادة 824 من القانون المدني، اللي قالت ان الحق يحق لملاك المال الشائع بشرط ان يتجاوز نسبتهم 75% ان هم يبيعوا بدون موافقة باقي الملاك، بس بشرط ان هم يعلنوهم او ينذروهم بالبيع. وهنا باقي الملاك اللي هم رافضين البيع ليهم الحق ان هم يعترضوا على البيع دوت، بس في خلال 60 يوم من تاريخ اعلانهم بالبيع. وبيجي بيتحدد لهم جلسة قدام القاضي، والقاضي هو اللي بيفصل سواء بالبيع او بايقاف البيع. وهنا بيتم لو تم البيع طبعا بيتم عرض المبلغ اللي هو نصيب باقي الورثة عن طريق محضر المحكمة ان هم يستلموا نصيبهم في البيع.